الاياميه. هلا بكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. وياكم اخوكم امين حسين من قناه عراقي انجلز. يا حبيبي شلونكم؟ معنا اخباركم اموركم ان شاء الله باحسن حال وصحه وسلامه. اليوم جينا لكم فيديو جديد ويا يوتيوبر عراقي راح نتحداه بلعبه كلاش اوف كلانز. راح نتحدى بهذه الحلقه علي المرجاني بجيش من اختيار. اللي ما يعرف علي المرجاني من افضل اليوتيوبريه العراقيين اللي يقدم محتوى كلش متميز وممتع، وش قد ما كان الفيديو طويل ما راح تحس بالوقت. التحدي مالته راح يكون بقناته، راح اخلي اللينك مال الفيديو بالدسكربشن، والتحدي مالته راح يكون تشوفوه هسه. فقبل ما نبلش هذا المقطع لا تنسونا باللايك والفيفورت والسبسكرايب. بلش يا حبيبي. طبعا شباب مثل ما قاعد تشوفون هذا القرية مالتي يعني واقفة تطور رهيب، واقفة شيء خرافي. بس حبيت انه تاخذون فكرة عن القرية مالتي اللي ما شايفها، اللي يشوفها اول مرة. ليفل مالتي 98 وان شاء الله راح نطب بعد كم يوم بالليفل 100، مو كم يوم يعني كم شهر نقدر نقول على هذا اللعبي. طبعا اكو سالفة جت بمخي، بما انه اليوتيوب والفيسبوك قام يدعم 360 درجة بالتصوير، فانا جتني فكرة انه هذه لعبة كلاش اوف كلانز من اكثر الالعاب اللي عليها مشاهدة باليوتيوب. يعني كانت ماينكرافت وفيفا وجي تي اي ذني اكثر الالعاب متصدره الفيورز باليوتيوب. هسه كلاش اوف كلانز هي تصدرت، فجتني فكره رهيبه بما ان اللعبه عليها اقبال من قبل المشتركين. شفت ذاك اليوم فيديو لواحد يوتيوبر يشرح عن اللعبه ومطلع حجمه ومسوي هيك فاتح يعني مؤخر الزوم على الاخير، يعني بحيث الواحد هو تليفونه هالقدوته ما يشوف التفاصيل اللي تصير بالحرب. ففكرت بفكره رهيبه بما انه هذه الامور صارت بال يعني اليوتيوب والفيسبوك قام يدعم 360 درجه. قاعد تشوفون مثلا هذا الفيديو، اقلبه مثلا او شنو. فكلاش اوف كلانز لو يعطون خاصيه لهذه اللعبه انه باليوتيوب تقدر تضرب عليها زوم، مثلا هيك تسوي تضرب عليها زوم على مود انت تشوفه بنفسك ايش يسوي اليوتيوبر. حتى لو مثلا هو يعني مضرب الزوم، مثلا انا فاتح الزوم وانت تقدر تفتح الزوم من يمك. فما ادري هذه الفكره يعني حبيت اني اقول لكم اياها قبل ما نسمع تحدي علي المرجاني ونرجع لكم. مرحبا صديقي امين، وياك علي المرجاني. تحياتي لك ولجميع مشتركين قناتك. حبيت اسوي وياك تحدي بلعبه كلاش اوف كلانز. التحدي هو يا صديقي تترس مالتك الارمي كامب نص اللافا والنص الثاني مليون، وما تستخدم لا الملك ولا الملكه، والسبيلز تستخدم التسريع فقط. تهجم ما بين القرية رقم 1 الى رقم 10، لكن على شرط تكون القرية اللي تهجم عليها نفس التاون هول مالتك، وتجيب على الاقل يا صديقي 60%. اما في حالة خسرت يا حبيب فتاكل شجر. اي شجر ما مطبوخ، هيجي تجيبه وما تقشره وتاكلها الشجرايه كلها. انا ما لي علاقه. تقول لا شلون بس قل شلون الشجر صير ماركت، هي خياره شلون صير ماركت. فشوفنا ابداعاتك حبيب ونقول لك ولع الدنيا يا ريس. اوكي شباب بعد ما رجعنا لكم وسمعنا تحدي مرجاني، جهزنا لكم جيش مكون من 40 لا مو 40 50 مليون و4 لا طبعا 50 مليون على مود يصيرون 22 تنظيف اول على الاخير. طبعا السبيلز اللي استخدمناهم او اللي جهزناهم نقدر نقول جهزنا 2 سبيلز مال التسريع و2 سبيلز من الدارك سبيل فيكتوري. فخلينا نشوف انه خصم تاون هول ليفل 11 واحنا حرين بالاختيار من راح رقم 1 لحد رقم 10. فالاول يروح نشوف انه واحد شوي قريته سهله، لازم ناخذ من عندها ايش قد 60%. انا بصراحه اذا اخذنا اقل من 60% اوكي. الرقم اول او رقم 1 يروح، رقم 2 يروح، هذا رقم 3 هم راح. اتمنى ما اغلط بالترقيم. اوكي الرقم الرابع همين يروح، خلي الرقم الرابع همين تروح. واللي احلم بيه انا لقيته، صدق يقتل هجم بيته، نوى النظره حبيته يموت. قرية حنينة، القرية هاي حنينة، هاي القرية تسوي لي شغل. لا 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 لا. اوكي نحاول والله هاي شوي القرية احتمال انه احتمال ما ادري احتمال انه هذه القرية نقدر ناخذ من عندها 60%. اوكي يا شباب ننزل 1 مليون نشيك الجو ديفنس. هلا ذولا ما يموتون. نشيك المكان
طلعوا لنا ذولا ما ادري منين طلعتوا لي حبايب، منين طلعتوا لي انتو؟ اوكي ننزل اللافا 1 2 3 4 نزلوا اللافا. ننزل وياهم تسريع. اوف يا اللافا والله حظي شين، ما ادري ايش صار باللافا، ما دا اشوفن تبخرن اللافا تبخر. نك بليز. اوكي خلينا ننزل المنيون. والله شكلي التحدي صاير على براسي صاير. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ليش الله راح ابكي الله راح ابكي يعني. لا ايه 20% بس 20% شوية اتباهى قدام الناس اقول اوكي نص العدد طلعت. اوكي 20%. لم تضبطوا معنا. اوكي شباب طبعا رحت جبت شجر. الشجر يمكن انتم تسموه بالدول العربية يسموه كوسة. اي يا ابوي الكوسة يا حبيبي. يا يروح امك. اوكي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذا الراس نوخره. اوكي طبعا هو طعمها يشبه الخيار بس يعني ما ادري طعمها يعني الله يعين بس. الله ينطق علاوي. الحزن والشوق هدنا نرد يمتى بلدنا. الحزن والشوق هدنا نرد يمتى بلدنا. القلب من داخله طاح من اللي بينا. الله لا ينطيك علاوي. الله لا ينطيك علاوي. يعني اني امي من تسوي ماركة شجر ما طب البيت نيوك تاون صار خلاص انضرب الجمهور ما طبله بزومبي البيت ما ريحته ما تحمل مرقة شجر. انه تخليني اكل شجراي كاملة نية. الله اكبر عليك الله اكبر عليك. يعني هاي من خلال قناتكم راح احاكي امي. يمه هاي المسواق جبت المسواق حتى بعد ما تطبخين مرقه شجر. لا تطبخين مرقه شجر الخاطر الله يا يمه. والله ما نعرف بالشجر احنا ما نعرف بالشجر حرام عليك. فالمهم كالعادة بصراحة اني والد وهاي قالوا لي انت نوبي بكلاش. بصراحة اني مو نوبي بكلاش بس التحديات اللي قاعد تجينا صعبة يا اخواني. يعني شنو 4000 وما ادري شنو مليون مشكلات انه باكل يعملوك تريدني ماكل كوسة. لا والله اكل مرقة مال كوسة اكل كوسة بلبن. فهذا كان كل مقطع يا شباب. اتمنى ان عجبكم ونال رضاكم. اتمنى الكل يطب على الصفحة مال بي سمارت. اذا حابين تشترون شغلات من امازون من ايباي من اي موقع الكتروني ثاني توصلكم باسعار رخيصه جدا. اتمنى تشترون من عندهم تستخدمون كود امين على مود تحصلون على تخفيض ان شاء الله يعجبكم. هذا بالنسبه للشيء. وبالنسبه للشيء الثاني اللي حاب يشوف التحدي مالتي قناه علي المرجاني راح اخلي اللينك همين مالته بالدسكربشن. واللي حاب يتابعني على الانستغرام همين اللينك مالته بالدسكربشن. فكنا وياكم بتحدي بلعبه كلاش اوف كلانز على القناه. طلب اكثر الناس حبوا انه نسوي تحدي انا وعلي المرجاني وان شاء الله نسوي تحديات اكثر ويا علي المرجاني مثلا فيفا باي لعبه ثانيه. هذا بالنسبه لشيء اخير. اتمنى اللي كل حاب مثلا راح اسوي طبعا مباراه اياب. هاي المباراه كانت مباراه ذهاب راح اسوي مباراه اياب. فاي واحد حاب يطلع تعليقه اقرا تعليقه بالحلقه الجايه مثلا اقول له السلام عليكم علاوي التحدي مالتي لك راح يكون من شخص. هذا راح اقول مثلا اسم الشخص اللي راح يكتب تعليق وهذا الجيش اللي طلبه من عندك ويعني هيك.
فهمت وصلت الفكره؟ فاللي حاب خليه يكتب تعليق على مود اقوله بالحلقه الجايه بالاياب ان شاء الله. حلقه الاياب يعني بتكون بعد 3 اشهر 4 اشهر حسب وقت الفراغ. فهذا كان كل مقطع يا شباب، اتمنى عجبكم ونال رضاكم. لا تنسونا بدعمكم لنا باللايك وتعليق وشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله.